قضية دومينيك ستراوس كان المدير السابق لصندوق النقد الدولي تعود للواجهة الإعلامية من جديد بعد الظهور المفاجئ لعاملة فندق سوفيتيل نفيسة دوتيالو التي اتهمته بمحاولة اغتصابها. ديالو التي خرجت في أول ظهور إعلامي لها صرحت لقناة ABC نيوز أنها ترغب في أن يلقى ستراوس كان العقاب على ما فعله. You cannot use your power when you do something like this. بهذه العبارات كسرت نفيسة ديالو بطلة قصة فندق سوفيتيل في نيويورك صمتها الذي امتد قرابة شهرين على محطة ABC نيوز بعدما خرجت وكلها عزيمة لتتحدى محامي ستروس كان ولتقول للعالم إن ما قيل عنها مجرد أكاذيب. I never want to be in public. لم أكن أريد الظهور في العلن، لكنني اضطررت إلى ذلك وعلي قول الحقيقة. أريد أن تتحقق العدالة ولا يجب أن يفلت ستروس كان دون محاسبة. وجاء ظهور ديالو أمام شاشات التلفاز في الوقت الذي تبحث السلطات القضائية الأمريكية احتمال إسقاط التهم عن ستروس كان بسبب ما أثير حول مصداقية عاملة الفندق. صدور تقارير حول كذبها فيما يتعلق بطلبها اللجوء وتناقضات أخرى حول القضية آثار الشكوك حول ادعاءاتها. وكان محامو ستراوس كان أكدوا أن دوافع ديالو للحديث في هذا الوقت جاءت لإقناع الادعاء العام بمتابعة القضية والإصرار على اتهام موكلهم بمحاولة اغتصابها. God is my witness. الله يشهد أنني أقول الحقيقة من صميم قلبي. الله يعلم ذلك. God knows that. ويواجه ستراوس كان في القضية 7 تهم جنائية من بينها الإقدام على تصرفين جنسيين جنائيين ومحاولة الاغتصاب والاستغلال الجنسي والاحتجاز غير القانوني بالإضافة إلى ارتكاب 3 جنح. هنا محمد بخشم، العربية.